يا ليت أميري إلى وطني عود لتلثمني. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا ليلة من ليل البنفسج يا عذر يا مامس بمامس وحد. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى تطفى نشوف الروح. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت. وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد أريد الموت. حسدوني عليك وهم متوهمين ما يدرون بيك انقطع انفاسي. يا ابو شعر الوقح يتشاقى ويا الريح ذبت كل بهواك وضيعت ناسي. حكوا عنك هواي وصفوك بشين متكبر عنيد وفوقهن قاسي. ما يدرون حبا كل هذا البيك ما تخلص بعد خليتك براسي. أبد لا تظن حن وارجع وحاجيك وابد لا تظن غني بذيك أغانيك. ما كنت انتظر حتى الأذان يصير كنت أترك صلاتي وأبقى تاني. هلا هلا لجل حبهم مي نذور الهسه مطلوبين. حلو ونطينش كثر بس الشوف ما منطين. ني حتى نشوفهم بس احنا غلطانين. الله عليك. واضطرينا نحكي نقول مو طيبين. زين طلعنا بنص عطشهم ماي وقت الصيف وكرهونا ومشوا بس ظلوا عطشانين. الله مثل عنق الزرافة تنزل شربة ماي واحنا الماي كله وهم مجبورين. ني صدق حبينا احنا صدق حبينا احنا وكنا متونسين بس وداعتك ما كنا محظوظين. اي والله صح لسانك. الله يسلمك. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم لكن نرجع لكم بعد الفاصل. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى تطفى نشوف الروح. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت. وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد أريد الموت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ليلة شعر. اليوم شعراءنا من البصرة ومن النجف. يا هلا وكل الهلا بعلي الكناني ومصطفى اللهيبي نورتونا. أهلا وسهلا بكم. الله يسلم السيد. الله يخليكم ويحفظكم. شلونك يا علي؟ والله بخير. طبعا أنا سميتك خلف الكواليس سميتك مصطفى. نعم. ما أعرف ليش. مصطفى من النجف. اسم مصطفى محبوب. علي همينة محبوب. اثنيناتكم محبوبين ربي يحفظكم. إن شاء الله. علي نعم. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. شو اخبارك؟ صافية. سولف لي عن نفسك. علي صبري زبون. الاسم التعريفي علي الكناني. طالب مرحلة ثالثة. نعم. علوم سياحية. حلو. دوامي في بغداد في كلية السلام. الله يساعدك. تروح من هناك وتجي والله. والله مسافة. شو السبب بعد؟ وأحب الشعر وأحب الشعراء وأستمع للكبير والصغير يعني أميل للجيلين. حلو جميل جدا. يعني تجذبك الكلمات. أكيد. ما يجذبك عمر الشاعر لا. أو صغر الشاعر ما مثلا. ما أختص بجيل معين وإنما أستمع للكبير والصغير. حلو جميل جدا. يا مصطفى اي نعم. شلونك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ الحمد لله. نحكي عن نفسنا شوية. أنا اسمي مصطفى اي منصور من محافظة النجف الأشرف ناحية الحيرة. اهلا وسهلا بك. أنا خريج بكالوريوس علوم رياضيات جامعة الكوفة. حلو. حاليا أداوم مدرس لكن عقد. ما شاء الله عليك. ودرس رياضيات طبعا. رياضيات انا ما نعم. احب الرياضيات مصطفى. ليش ما تحب؟ ما احب الرياضيات. ممتع الرياضيات. مو شاطره بي ابد. لا حلوة الرياضيات. والله انا ما احب عقده نفسيه سوى بيها رياضيات. هو طبعا اكو ناس تحب الاختصاصات الإنسانية اللي هو الأدبي، وأكو ناس تحب الاختصاصات العلمية أكيد اللي طبعا. هو الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، هذه الاختصاصات العلمية. أكيد طبعا.
خلونا من هذه الاختصاصات كلها لأن أنا ما أحب الرياضيات، خلونا نسمع شيء حلو من علي. عادي براحتك إن رحت وإن ضليت، زين. طريقك هذا ما حد قال لك اختاره. كيفه؟ روح براحتك، مو كل الأمثال أمثال، ترى العافي الوطن ما قل مقدار. الله الله. روح براحتك، مو كل الأمثال أمثال، اي ترى العافي الوطن ما قل مقدار. على اليمن منتظر، وش تريد من أخبار؟ اي الشماتة تغيروا وما عندهم بشار. الله عليك. وانت من البداية وقلت قلبك حار، اي وقلت لك لا تقرب تنشوي بنار. أكيد. قلت لك جام قلب مفطر ومكسور، تجي فوق الكسر وتشمره بحجار. الله الله بعد الله ما الله. اريد اسمع لا نفس لا صوت يغلط، والمصيبة محضر اعذار. اي والله. وسرك قلت له انا، اي سرك قلت له انا ضمني ويا الروح، زين. وهو اللي حكاني واعرف اسراره. اول مرة اشوف نبير يطفح فوق وقدام الخلق يكشف اسراره. الله 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 عليك، احسنت، صح لسانك. شو نقول لك؟ بوقت كانت شوارب للزلم تنهان، اي ومقابل قباحة وكل منش يسوى. حلو. اجيت انت وسمعت من الحكي الميسور، حكيت وكذبوك وقالوا وش دعوا، الله عليك. وانا بهيبة ملامح صحة السكران، اي وقفة بصوت واحد والنعم تقوى، الله الله مثل حكي الإمام الما تكذب الناس. الله عليك. قبل لا أحكي قالوا حكيك إيش حلو. الله الله. القلب من يحكي مو مثل اللسن ينهاب، الله عليك. أو تقراه العيون من الوجه قوة. اي زامتك وجيتك جية الدخان، اي اللي يبكي عيونك وراسك يظل يدوى. الله عليك. نكتلك بالقهر مثل الحزن بالليل، زين. نكتلك بالقهر مثل الحزن بالليل. الما يرهم له طب ولا لقوله دواء، لو حدر الأبط اي لو بالتراب تعيش، اي والله. مثل راس النعامة دوما يتلوى. الله 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 عليك. مو كل شي تجيه تشبقه سهل طباع، اكيد. تدنى على الجمر والشبقة تتشو. الله عليك الله عليك، صح لسانك صح لسانك. الله يسلمك. علي، ايش وقت بديت تهوى الشعر او تكتب الشعر؟ تقريبا بداية 2013. زين. يعني بداية كانت هي أكيد. شنو هي هذه البداية يعني؟ يعني هي كانت هواية عندك كتابة الشعر؟ أكيد. زين. يعني مثل ما تقولين بهذا الوقت بهذا التاريخ تحديدا اكتشفت هاي الموهبة. شنو صار بهذا التاريخ؟ يعني ما صار فد شيء معين، زين. وإنما أنا اكتشفت روحي إنه أنا أكتب. تهيأت للكتابة. لكن بالوقت الحالي اللي يعني مثل ما تقولين تفرغت إنه أظهر للإعلام، لأنه حلو. ظروفي شوية وكونا أنا وحيد أهلي الله يحفظك لهم يا رب. إيه ودراستي يعني ومتأخر حيل بالدراسة. عادي متأخر. فهذا الوقت اللي الله مثل ما تقولين ظهرت يعني صار لك المجال إنه أنت تكتب الشعر. أكيد. حلو جميل جدا. مصطفى، نعم. ايش وقت بديت تهوى الشعر او تكتب الشعر؟ طبعا اني 2015 اي طلعت من السادس اعدادي. قبل 2000 تقول طلعت من جبهة القتال سادس نعم. الاعدادي. الاعدادية مرحلة مهمة. يعني أنا أعتقد أنه الشاعر مثل ما يكون مثقف شعريا يجب أن يكون مثقف أكاديميا. نعم. الأكاديمية تضيف للإنسان بشكل عام، كان شاعر أو فنان أو غيره. ف 2015 تخرجت من السادس. من تخرجت من السادس بدأت فعاليات الشعر، لكن إنه بدايات الشعر هي بدايات قديمة يعني من الطفولة كنت تكتب الشعر؟ من الطفولة. لكن البداية الفعلية المشاركة بالمنتديات، أنا شاركت من مركز شباب الطف. نعم. اللي هو بالنجف بناحية الحيرة. بقيت به تقريبا 8 سنوات. درسنا الأوزان والقوافي. حلو ما شاء الله، خلقك طويل يعني 8 سنين يعني 8 سنوات. نعم 8 سنوات بمركز شباب الطف. كان أستاذ علي حرين شاعر من الحيرة. كنا ندرس الأوزان. أستاذ قاسم الدعمي المدير للمركز. نعم.
بعدها انتقلت إلى منتدى الأصمعي بالنجف. تحياتنا إلى أعضاء تحياتنا لهم منتدى أكيد. الأصمعي كلهم. نعم. طبعا منتدى الأصمعي للأسف إنه كورونا أثرت عليه. زين، أكيد كورونا أثرت علينا كورونا كلنا. يعني صار انقطاع طويل 3 سنوات بسبب إنه لازم التزام صحة الناس وكذا. أكيد طبعا. أي. فأنا ورا ما انتهت كورونا بديت تظهر للساحة مثل ما نقول، الساحة الشعرية. بديت إنه أهتم بنفسي إعلاميا بعيدا عن المنتديات، لكن المنتديات اللي دخلتها ما قصروا وياي، قدموا لي هواي وضافوا لي هواي. حلو. بالأوزان إحنا درسنا الأوزان بمركز شباب الطف بالتفصيل، 39 وزن شعبي عراقي. حلو. مشتقات من الأوزان الفصيح. نعم. كلها درسناها تعقيباً، موجودة عندنا. عذرا للمقاطعة، تعقيبا لكلامك قلت بديت أظهر للإعلام مع أنه أنت كنت بالمنتديات الشعرية. نعم. هل المنتديات الشعرية تاخذ من الشاعر وقته أو كظهوره تاخذ منه ظهوره للإعلام؟ لا بالعكس، هو الشعر معرفة وإحساس، والأوزان يجب أن يدرسها. بعيدا عن هذا الموضوع كله، أنا سؤالي واضح. يعني المنتدى الشعري كان ياخذ مصطفى من الإعلام أو من الظهور إعلاميا أو من الشاشة؟ لا بالعكس، المنتدى هو يقدم. ليش؟ لأن المنتدى عنده فعاليات، يعني أستاذ علي يدري. هو هذا اللي أعرفه، المنتديات إنه لها فعاليات كظهور إعلامي. نعم. حتى إذا ما ظهروا على الشاشة، لا، بالوسائل التواصل الاجتماعي مثلا، إنه كثير من المقاطع الفيديوهات اللي تنشر لكثير من الشعراء الشباب الموهوبين، فهذا اللي دا أشوفه. نعم. يعني تعطيهم فرص كثيرة. لكن هم أهل اختصاص، أنت تعرفين. نعم. فهم يحرصون على أن يظهر الشاعر بعد أن يكمل وزن تعلم، ويتعلم القافية، وتكمل عنده بعض الأمور يعني اللي هي تحتاج تعلم، لأن هو أكيد الشعر طبعا موهبة حقيقة. نعم. لكن يحتاج إلى تعلم. يعني أكيد يأهلونه طبعا. ويقدمونه للمهرجانات، يعني معناته أنه اقتنعوا بإمكانية الشاعر وتعلم الأوزان. حلو، جميل. حتى لا يحرجون الشعر ولا يحرجون نفسهم بنفس الوقت، يخلوه أهل إنه اختصاص متهيئ لهذا الوقت أو هذا المكان اللي هو راح يظهر به. جميل جدا. احنا طبعا في حياتنا كنا نتعرض الى مواقف، ممكن تكون مواقف صعبة جدا، ممكن مواقف سهلة تكون، لكن الانسان يظل يتذكر ايش قد ما كان الموقف حلو، مو مثل الموقف الصعب، يتذكر الموقف الصعب والمؤلم عفوا اللي يكون بحياته. فاريد اعرف الموقف المؤلم او القصة المؤلمة اللي كانت او عاشها علي، او ممكن شخص اخر قريب له. لا، اللي عاشها علي 14/4/2021. اها، شنو هذا التاريخ؟ والدتي. وفاة والدتي الله يرحمها. فهذا يعني تاريخ من سابع المستحيلات ينسي. وهو هذا يمكن الموقف الوحيد يعني اللي يستاهل انه اذكره. اكيد الله يرحمها ويرحم جميع امواتنا يا ربي. كتبت لها شيء؟ كاتب لها بس يستصعب علي انه اقرا لانه اتاذى. يلا خلاص، احنا ما نريد نأذيك اليوم. أي. مصطفى، نعم، شنو الموقف او القصة اللي انت عشتها او شخص اخر عاشها، ممكن انت تأثرت بهذه القصة او هذا الموقف؟ والله حقيقة هي أنا مرت علي هواي قصص. واي قصص. لكن اكو قصة عن الأم أقراها. نسمع. احنا طبعا احنا ما نريد نأذيك، بس نسمع. ما سمعنا منك. كلش عادي. استمع ولا ألقي. يلا ها هي اوكي، متفقين. الأم لها مكانة طبعا. فكان اكو أحد الأشخاص يعني دائما يحكي عن الأم بسوء. اها. يعني ما أعرف رأي أو فكرة عنده بهذا الموضوع. فأني يعني ضجت من عنده هواي. فمن رجعت للبيت كتبت عنها قصيدة عن الأم. يعني ما جاوبته، بس جاوبته بقصيدة. نعم. أقول أحب حرمة وأصيلة تنافس أهل الخير. حلو. وطعم الخير بيها على الوجه من دق. الله. تسكت لو حكت وتبين المضمون، وعلى طرف السكوت اجقد حكي معلم. الله الله. شافت ناس وسخة وتمشي للمخوش،
ولا خلت وصاخة على الهدم تلتك. الله عليك. ندى اضطرت فجر غذت جذور عقاب. أي. بوقت كانت عقل يم الشرف تعتك. هلا 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 هلا. بوقت كانت عقل يم الشرف تعتك. أي. صيت الزلمة مرته أي. أو حافظت على الصيت ولا خلت حكيهم من قفا يلزق. الله عليك. بعض أهلا تطرد الجية الخطار. ريح زاد ريح الزاد دزت يا هلا مسبق. عاشت بين ونة وقعدة الصيين. أي والله. تنام الليل كله ولا جفن يطبق. دل اللول الولد يا ما تغني الليل. يغف الطير طاير لو يجي ويسمع. الله عليك الله عليك. وإذا سمعت ألم يغشاني فزعة خوف. تحس قبل بألم والدمع ما تقطع. الله عليك. ما رخصت خدرها الهاف والموزين أبدا. ولا حسها تسمع بكلمة من تردع. وإذا تمشي الشرف يسبقها حد الشوف. أي والله. تحب الناس كلها وما تحب تطلع. ما قالت فقرنا وإحنا كنا بعوز. أي. غنية روحية وتلبس مرقع. الله الله. عاشت زلمة أم بغيبة الرجال. أي. تخلص غياب عبده وللشرف تركع. الله عليك. وإذا أكتب شعر أي. لجل الحنان الهين. أي. أختم بالأكتبة وأبتدي بمطلع. الله عليك. الله عليك. أحسنت. صح لسانك صح لسانك. كلمات حلوة جميلة نابعة من القلب. يعني كفيت ووفيت بإجابتك إلي على فكرة. هو سمعها القصيدة؟ طبعا سمعها. ما غير رأيك؟ حضرني بالفيس. حضرك. حتى ما تتكرر قافل على القضية. قافل على القضية. شوفوا أقول لكم شغلة، هي الأم تبقى أم، ودائما إحنا إيش ما نسوي إلها قليل جدا بحقها. ما نجازيهم. بالضبط. يعني إحنا ما نقدر نقول لها الأم أنت غلط أو أنت سويتي كذا، إيش ما تغلط بحقنا فعلا. وإن غلطت بحقنا فهي أم، هي اللي جابتنا على هذه الحياة. لو ما هي ما لنا أي وجود. أكيد مع الوالد يعني أكيد أن حب وتقدير إلى الوالد بقلبنا، لكن الأم إلها فد مقدرة عظيمة جميلة جدا بحياتنا. فايش قد ما تخطأ أو تألمنا أو تأذينا ممكن لمصلحتنا بعدين من نكبر أنه نعرف هذه المصلحة. ست الأم ما تخطأ يعني تخطأ ويا الناس. البعض يقول تخطأ ويا الناس بس ويا ابنها ما تخطأ. البعض يقول بعض الأبناء، أنت قلت أكبر مثال، ممكن أنه يحس أنه هي غلطت بحقه، لكن هذا مجرد تفكير بعدين من يكبر راح يعرف. أحسنت. نعم. ما راح وهو هذا الدين الوحيد اللي ما نقدر نسده. أحسنت. ما راح يسمي لنا شيء حتى شوي نغير المود. أقول كلهم بالحرب. أي. بس أنا خارج قوس. زين. قالوا ما نريدك وانت معذور. ما نقبل بجندي مشتت البال ولا ينفعنا جندي بصدرة النور. والله الله الله عليك. محترق على الوطن شافوش. أي. ما نعرف عليه من دمك يفور. اقعد واشرح لنا شبيك ما بيك. غرقانة السفن متهدمة القصور. الله الله. فناء الدنيا واضح تنقهر ليش. هي الدنيا ساعة ولازم تدور. الله عليك. جبنا التفقة بيدك والعدو هناك وقلنا لك أبد لا تعبر السور. وانت بلا وعي وعبرت ذاك الصوب. وشيلات العدو ثارا طرف ريتك. الله الله مو غباء اعترف رحت هناك. شي هذا الطريق يودي بيتك. الله 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 الله. صح لسانك. أحسنت. أنت بتستحق صفقة حلوة إليك فعاشت إيدك وصح لسانك. دائما الطعنة تجي من القريب نعرف، وهذه الطعنة تكون مؤلمة جدا لأنه ما كنا متخيلين أنه ممكن هذا القريب راح تجي الطعنة من عنده. أكيد. منو طعن علي؟ صديقك المقرب. شلون؟ يعني تفاصيل دقيقة أكو وطويلة مثل ما تقولين. نختصرها أنه انباعت العشرة وخلاص. لأجل المال. المصلحة. يعني تكفيت ووفيت. المال والمصلحة هذا الشيء وارد نشوفه عند كثير من خاصة القريب جدا. نسمع منك بعدين أكيد شنو كتب. أكيد أنت كاتب شيء عن هذا الموضوع. مصطفى منين انطعنت أنت؟ والله أنا كذلك صديق. لما صديق. أي. عمي خلينا نعتزل ونقعد وحدنا وبعد ماكو أصدقاء شو تقولون؟
يا مصطفى. أنا كنت بالجامعة، زين. انعجبت ببنية، لكن هو الولد كان السبب الرئيسي بتخريب الموضوع. الله عليك الله عليك. اي هذا باختصار يعني. زين، ايش كتبت له؟ عفناك اي او عفتنا. هاي للحبيبه لو للصديق؟ لا إلها. إلها. اوكي، هذا ما نقول عليه صديق. اي عفناك وعفتنا. زين. وهسه خسرانين. اي نحكيها الحقيقة منها متخوفين. شت كابر عواقر على الحمل والجيب، وشنو تحط البطنها ونبقى قنعانين. الله الله. مرات على بالي تقرب ويا الطيف، وارسم شيخ حملك واحنا متحضرين، حلم مثل القزازة اتكسر صحوة نوم. الله. أو يعور قلوبنا ونقعد ولا حاضي، أو يعور قلوبنا ونقعد ولا حاضي. الله عليك الله عليك. أو مسحت رداني فوق العين، اي مو تعبان، اي حتى ابكي بخفا وتفهمها عرقانين. الله الله. قالوا من تطيح الدمعة هم يطيح، ووقع فصها ولا حسينا مرتاحين. اي والله. ووقع فصها ولا حسينا مرتاحين. اي نذر مكتولة هم من عنده صار الثار. حلو. لا ناس التذكرة ولا أهل الوافين. الله الله. فقدنا الراي كلش كان نظر عميان، فقدنا الراي كلش كان نظر عميان. عواجيهم تدلهم على الطريق منين، اي عواجيهم تدلهم على الطريق منين. أول مرة أعرف ذكرى هيك تدوم، هاي هرم فرعون كبرى يذكر الناسين. الله عليك. زلوا على الصراط الميلة تفتك بيك، اي غلطنا وعلى الغلط ما كنا منزوزين. اي والله. صعب طب الخبيث اللي ينكشف تالي، صعب طب الخبيث اللي ينكشف تالي، مثل غلطة ويا ولفك تنعرف بعدين. الله الله. الكرامة وخطها الأحمر ما بعد لجلك، اي وعزة نفسي هدمت كل شي متأملين. اي والله. إذا صدق قلوب الوادم من الطين، اي لعجل لك قلب من طينة الخيرين. الله الله. قلب بس انقيادي ولي خط أسرار، واغفر لك هذا وتقولي لك بعدين. الله عليك الله عليك. صح لسانك. احسنت. الله يسلمك. نجاوبه بشي؟ أنا ما أعتب بعد، شلت العتاب. انا ما اعتب بعد، شلت العتاب. ليش أفكر هذا رايح هذا جاي؟ اي والله. خلصت سنيني بعد رايد أعيش. اي كافي. ليش أهم البشر ما قدر هواي؟ وين تلقى لك بشر مثلي حنين؟ اي تطعن بظهري وتجي تلقاني ماي. الله الله. وين تلقى لك بشر مثلي حنين؟ تطعن بظهري وتجي تلقاني ماي. وكنت أعرف راح تتركني وتروح، كنت تعرف راح تتركني وتروح. اي ومن درت وجهك أنا انطيتك قفاي، مو لأن ما ينحمل بعدك علي، بس أنا اللي يخسرني هذا يظل وراي. اي والله. انا اللي يخسرني هذا يظل وراي. احسنت. صح لسانك. أشكرك. يا مصطفى، مريت بلحظة ومريت بإحساس كنت تنتظر وتتلهف على شوفة الحبيب، لكن في لحظة من اللحظات أنه هذا الحبيب من كنت تتلهف لشوفته تكره اليوم اللي تعرفت بيه عليه، وتقول هو هم شفته قدام عيني، وتقول يا رب لو ما أشوف وجهه، يا رب لو ما ألتقي بيه، يا رب لو ما أصلا يمر طيفه أو خياله. وصلت لهاي المرحلة؟ لا ما وصلت؟ لأنه ماكو حبيب. أوكي. هيك يقول ماكو حبيب. إيش عجب؟ يراد له وقت. شلون؟ قل لي. يعني أنت أبد ما مر بعلاقة حب بقصة حب؟ لا أبدا. ايه. أنا حتى بإحدى اللقاءات انطلب من عندي غزل. فقلت لو أنت أصلا مو يم الغزل. اي انا مو يم الغزل. مو يم الغزل. انت اي بالضبط، لانه ما حاس باحساس الحب او شعور الحب. هو حلو. رادوني اكتب غزل. اي رادوني اكتب غزل واحكي اللي بالخاطر.
كفيت روحي وقمت بالعشق مو شاطر. اي نفرض صرت شاطر، نفرض صرت شاطر وكتبت انا غزل وحكيت كلماتي، بهالحالة صدق ترى تكثر علاقاتي. الله طرح الله. المشاعر مو لعب، اي طرح المشاعر مو لعب، تلقائي تنزل دمع. غير انا من نكتب غزل بس مرتي هي تسمع. الله عليك، الله عليك، الله والله جميل. وكفو، والله وكفو. احسنت احسنت. مصطفى شو تقول، توافق الرأي؟ اول شيء قل لي قبل لا توافق الرأي او لا، مريت بهذا الاحساس؟ مريت بهذا الشعور؟ هو شنو الشعور؟ الله مصطفى انت مو يمنا، وين انت؟ لا خاف يمكن، خاف بس أنا انت، أسألك. اخاف انت مار بعلاقة حب ودايخ بالحب. لا انا اسالك شنو. تشوف، مرات الشخص او الشخص اللي نحبه احنا نتلهف الى شوفته، نريد بس نشوفه نسمع صوته، يعني نتلهف لهذا الشيء، لكن في لحظة من اللحظات نكره اليوم اللي تعرفنا بيه عليه ونقول يا ريت لو ما شفنا وجهه، لو ما يمر طيفة علينا. وصلت لهاي المرحلة؟ والله حقيقه يعني كاصدقاء نعم. لا أنا ما علي بالأصدقاء، أنا بدي أحكي عن الحبيب. الحبيب يعني ما وصلت له هيك مرحله، لكن انه بشكل عام الابنيه اللي قلت لك ذيك القصيده السابقه، يعني هي هو الموضوع خرب من البدايه، يعني الموضوع ما استمر زين. نهائيا. فاحنا تخرجنا من الكليه وبعد يعني لا اقدر اشوفهم ولا هم يشوفونا، أي وانتهى الموضوع يعني انغلق. حلو، جميل جدا. نكمل هذا حديثنا الجميل الحلو، القصائد الجميلة، لكن نروح أنا وياكم والمشاهدين إلى فاصل وأكيد أجيلكم. قل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى تطفى نشوف روح. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت ابونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت، وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد اريد الموت. ورجعنا وياكم مشاهدينا من جديد، واهلا وسهلا بكم مره اخرى، واهلا وسهلا بعلي ومصطفى، نورتونا مره اخرى. طبعا خلف الكواليس كنا نسولف. نعم. وعلي قال اريد اعقب على موضوع الغزل. الغزل فانا بدي اسمع. مو ما احب الغزل، اي بس انا ما كتبه. زين. خليجي قبال المحب يطلع له مني حكي، لا كاتبه بدفتري ولا قاعد مرتب. الله 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 الله. الله عليك. ان شاء الله نتمنى لك في يوم من الايام تحب ويكون علاقه حب جميله ولطيفه، واكيد تنتهي ان شاء الله بالزواج. حب الزواج، بالكليه حب الزواج، حب العشره، اكيد هو هذا وفي. الحب الصحيح. اما هذه العلاقات فبعيد عنها انا اشد. والله عاشت ايدك، عاشت ايدك، يعني حب العشره. اكيد حب العشره حلو وجميل جدا، وهذا الحب الحقيقي فعلا. ايش عقبت مصطفى على كلامه؟ انا قلت لك هو يحب يعني، لان هو هسه بالكليه يعني بعد قدامه طريق. طبعا اكيد الطريق اكيد ما راح تتغير نظرتي من هذا الشيء، لانه هو الحب اللي يجي بعد الزواج. نعم. هو هذا الحب الواقعي، حب العشره، حب الفهم، انه الانسان نعم. يفتهم المقابيله شنو يريد. صح. واحد يفتهم نمط الثاني من هذا. واقعي علي، واقعي اكثر يعني. من نشوف يعني كثير من الشباب شايفتهم انه بهذا العمر لكن ما يكونون واقعيين، يكونون خياليين، وهذا الشيء غلط. لانه بالاخير انه هم راح يتأذون. فلا بالعكس، تفكيرك حلو وجميل جدا. واكيد كل انسان هو حر بتفكيره وبقراراته. نرجع مره ثانيه، انا حابه اسمع بينكم مساجله شعريه، يعني قصائد وبوديات كيفكم. يا اول ثغر ينزار ما ينباس، يا اول ثغر ينزار ما ينباس، وجه مبرد، وجه مبرد، شفاف الناس لا تدنى. اي والله. يا اول ثغر ينزار ما ينباس، وجه مبرد، شفاف الناس لا تدنى. يا نغمة بلا ضجة وتنسمع بالعين، يا نغمة بلا ضجة وتنسمع بالعين، وسوالف بالجلد ونكزبر فهمنا. الله الله. شكر بالما يذوبا وانا المحليك، الله. ولو قد الحالات الواد متضرر، صرت رحايا عد شياب من حسدوك. حلو.
من نشلعها تفرغ كل مواكل. الله عليك. يا لهفة أخرس على الكلمة بالديوان. حلو. يعاتب من لسانه وإذنه خانن. اي والله. أرش ماي ويخضر حتى بطن الطوس. حلو. ولا نبت على دربك أيست منه. أرش ماي ويخضر حتى بطن الطوس. الله الله. ولا نبت على دربك أيست منه. حتى ثار دربك على الأرض تنزال ما يوبي أثر شو بسرعة ويدفنه. الله الله. وهجرك زين. وابتعد مثل الأصلع والمشطع. الله. وهجرك وابتعد اي مثل الأصلع ومشطع. غفلة وهم ترد مزنة وتجي الحي. اي أسير تأخر ونصبوها فاتحته. الله عليك. فجأة وطب نشد هالميت يخصنا تروح وهم ذكرك فكرة الآثار. لازم منك يظل يذكرنا الله الله. المسافة البين بينك ميتي عن نيتك. اي تظل نفس البعد دنيانا والجنة. الله الله. يا زلمة وبطلت. اي ثاري مو زلمة. الله. بيمن بالأنوث البيك تسمعنا. الله الله. الله عليك. الله عليك. بيمن بالأنوث البيك تسمعنا. حكينا المال داعي من قبل تنساه. وبدل تخلي وشم بحنشك يردنا. الله. نقدر نعشق من نعوف بس انت اي سمك بالصحراء مالك غير بركتها. الله الله. الله الله. صح أنا صعب اي بس اعترف حبيت. وحبيت بوقت ما كنت بيه هادي، وكنت مصدوم ياهو اللي يحبني بروح وياهو اللي يجرع عنادي. اي والله. كل اللي ردته منك تفتهم معناي، زين. وردت منك تقلهم هذا بأولادي. الله. قلت لك أنا نجمة وحطني باسمك. حلو. تاليها حسبتني إنسان عادي، كنت حسبالي بلش حبنا راح يدوم. بس هذا العشق بس من طرف بالي، وما ظن عشق ما ظن عشق. خايض حرب وياك. اي والله. أخسر أنخسر أحجيه هنا مجال. الله الله. أنا اللي درت الحرب وأنا اللي كنت قائد. اي وقلت لك لمن نفترق حط خلقك البار. الله الله. أنا الأجي وأعتذر. أي. ولا تعتقد بس حكي، لا حتى حط شاهد. الله. بس انت كلك كذب، اتحضر جيلتك والقاك متواعد. الله الله. الله بس الله. انت كلك كذب، اتحضر جيتك والقاك متواعد. الله. يا قلبي بسك ولك بطل تحب لك شخص بس من طرف واحد. الله الله. الله عليك. الله عليك. والله هذه القصيدة بيها فت قصة، بس ما نريد ما نريد احنا ندخل بهذه القصة، لكن عاشت ايدك. عاشت ايدك. هي مدام من طرف واحد لا خربت ما السالفة. ندخل بالموضوع ما الآن. ندخل بالموضوع، لا نتعب روحنا. نكمل. نعم نكمل نسمع قصائد بعد. أكيد. ماكو مشكلة. يلا. جرح بي بشتاء وما حرك جدام. جرح بي بشتاء اي وما حرك جدام. زين. رجفت نيتك وي رجفت عظام. الله الله. وبدت ألوان وجهك تفضح الضميت قدام. وبدت ألوان وجهك تفضح الضميت قدام. اي والله. ما لمتك عليها لا. ايش دعوة تتبلل. اي تعرق وانا اقول لك للندى اتحمل. اتعذر الك منك حتى قبالي ما تندل. الله الله. اتعذر الك منك حتى قبالي حتى ما قبالي تندل. ما تندل. اي حظ الماركة طير ويحط على الراس. اي حظ الماركة طير ويحط على الراس. شت لزم الرقب شي قاعدة ويا الناس. الله عليك. حظ الماركة طير ويحط على الراس. شت لزم الرقب شي قاعدة ويا الناس. اي جدم مشلول لو مسحول لو مطروح. اي والله. اغراب ويفتر على سطوح. الله الله. اغراب ويفتر على سطوح. تذمني وانا حاضر اي بالعلان الذيع ولو وادم تذم الموت بالتشهير. اي والله. اي والله. تذمني وانا حاضر اي بالعلان الذيع ولو وادم تذم الموت بالتشهير. بالتشييع. اعلى عزة نفسي اي
أقوم بمحضرك لونك نبي بدينه، اي وندري تقوم وهو يحكي بلا حكي تهين. هلا هلا الماء تقدره وحدرك الذبة، تدنق راسك من ضماك وتشرب. الله عليك. تذكر من نجانا الخوف بالغربة، اي أظافر إيدك من الخوف لسه بظهري أشلع والقى من عدهن. الله الله. التذاكر صعبة تمسحهن، اي الرجفة ويا الرسايل من نعاينهن، بلع الريج والفشل بنواظرهن. الله. الشردل من نشوفك ذن شتعدهن. اي هذا من التذاكر هالسلام هيوب، هذا من التذاكر هالسلام هيوب، واعتبرك صغير وبالخلق معيوب. واعتبرك صغير واعتبرك صغير وبالخلق معيوب. قلبك أسود أنت محمل بغيظة، وأنا الما أحب الأسود شامتي وبيضة. اي والله صح لسانك، صح لسانك. تعبت من المحنة البية مليت، تعبت من المحنة البية مليت، اعصرت قلبي أمس رتانة منه ارتاح. اي والله. دخلني بمشاكل كثر ما يشتاق، خلصها يهم بالجاي والراح. والله الله. خليته بمكانه وبعد ما أدناه، لحد ما يتعظ ويبطل صياح. الله الله. غبي وما عنده فكرة على اللي يحبون، اي حسبال القفل ما يرهم له مفتاح. اي والله. يفكر بيك من الصبح لليل، الطايح بيها هو وانت مرتاح. اي تعال انت زرعت بقلبي صفنات، زين. انصح قلبي لو بس مرة فيدي. الله. لا انت تحبه ولا خاله يهيد، ما يعرف قديمه من جديد. الله الله. تعال اقعد قباله وخله حاجيك، مدام وياك محتر الحديد. إيه. عندك غيري إيه. حاجين يعترف قول، زين. ما اجبر شخص على ما يريد. اي والله. ترى حتى من نموت وتغمض العين تروح الروح، يم ربك وحيد. الله الله. تنطيني الاخبار اللي بيها مقصود، ما فد يوم قاري للجريد. ظل براحتك يا قلبي مخنوق، إيه. كلامي وياك ما مجبور اعيد. الله. بس اسمح لي اوضح نقطة وياك، واسمع مني هالجملة المفيدة. إيه. ترى الرايد يروح محسب يروح، خله يروح ابد لا تلزمي. الله 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 الله. الله عليك، احسنت، صح لسانك. خلي يروح، خلينا نخلص. ندري. بهذه اللحظة تتمنى ينعاد بك الزمن أكيد. لفترة ما؟ اكيد. اليا فترة طفل. ارجع طفل، لا مسؤولية، والدتي يمي واهلي ملتمين، هي هاي تسوى الدنيا. تعرف احنا كنا نتمنى هذه الأمنية نرجع. المسؤولية كبيرة ما حلوة، كل ما نكبر تكبر المسؤولية احنا. صح. الله يساعد الأب والأم. مو على كل ما مسؤولية. نكبر، كل يوم. كل يوم يمر بينا مسؤولية جديدة. أحسنت صح. فتحب ترجع للفترة اللي كنت فيها طفل؟ أكيد. احنا نسميها فترة الابتدائية. اي عافية عليك. ما تتعوض هاي الفترة، ما تتعوض. من أجمل الأيام يعني فعلا. كل ذكرى بيها نتذكرها، يعني كل شيء، كل تفاصيلها انه احنا نتذكر من قعدنا ويا اصدقائنا، من اكلنا، من قعدنا الصبح، كل هذه التفاصيل نتذكرها. يعني جميلة جدا هذه الفترة. صح. مصطفى. نعم. يا فترة تحب ترجع لو ينعاد بيك والله الزمن؟ حقيقة يعني هي فترة الطفولة يعني هي أجمل شيء، لأن الإنسان بعد ما متحمل مسؤوليات أي وبعد ما شايل هم الحياة، فترة الطفولة يعني كلش حلوة. أكيد طبعا كل شيء تغير بيها. أي. إنسان كل ما يتقدم بالعمر يتحمل مسؤوليات أكثر وهموم ودراسة وعمل وكذا. ففترة الطفولة هي أجمل شيء بالحياة. أكيد أكيد طبعا. علي، نصيحة تقدمها لنفسك؟ لا تتسرع. لا تتسرع. الهدوء. أنت متسرع؟ عصبي. عصبي. الهدوء والتسرع أنصح نفسي به. حلو حلو جميل. مصطفى. أنا أنصح بعدم الاهتمام للناس ولكلامهم. تهتم يعني تسمع تصغي للناس؟ يعني مو دوم، لكن أنا إنه يعني هذا الموضوع حاول إنه أنهيه، يعني ما أسمع الكلام الناس وما أخلي الناس تأثر على قراراتي وعلى حياتي بشكل عام.
حلو الإنسان من يمنع أشخاصا ما إنه خلص ينطيهم حدهم إنه لا تتدخلون بحياتي ولا بقراراتي ولا أي موضوع يخصني. لكن أيضا الغلط من الإنسان نفسه إنه هو فاسح المجال لهذول الأشخاص حتى يتدخلون بقراراته وبحياته. لا اكو شخص ما عنده حظ ويا الناس. يعني اكو بيت دارمي كتبته انا بذاك الوقت. يقول ارد اسال العراف حظ انخنس ليش يغرق بطاسه ماي ما يلقى بيش. الله الله. فيعني اكو شخص ما عنده حظ ويا الناس. الله عليك. هي مو قصة ماكو حظ، شوف احنا نصنع الحظ لنفسنا على فكرة. احنا دائما نلوم الحظ، أنا ما عندي حظ وفلان عندها حظ، ترى لا، هي مجرد قرارات الإنسان يتخذها ويمشي بيها طريق. يا أما تكون أنت مصر على هذا القرار، يا أما تكون عندك إصرار وإرادة، خلص ما له دخل الحظ والله. لا موضوع العلاقات ويا الناس ما له علاقة بالقرار. يعني هو مو مثلا دراسة تقرر أدرس أو عمل تقرر أعمل. العلاقات ويا الناس هي تعتمد على المقابل اللي قدامك وتعتمد على نفسك أنت. يعني اكو شخص ما عنده حظ ويا الناس، يعني ما اعرف يعني اختياره او يعني دائما احنا اصدقائنا من هم اصدقائنا اللي نحتك بيهم بالدراسه بالعمل. يعني اللي يصير بشيء يعني مو انت تروح له، يعني هو محتك بيئته. يعني بعد ما نشوف انه هم اشخاص بهذه العقليه بهذا المستوى اللي احنا قاعد نشوفه، خلص نسوي لهم حد وخلص احنا نمشي بالطريقه اللي احنا اكو ناس يعني ما تقدر تكتشفه من البدايه، واكو ناس هو ما يبين من البدايه. يعني انت تجامله وتطلع وياه وكذا وتسولف له اسرار وكذا، وبعدين انه يطلع مو بالمستوى المطلوب. اكيد وهاي هواي جاي تصير يعني. كثير يعني احنا نقول 99%. المهم نكمل موضوعنا. تقدر تسامح شخص خذلك؟ نهائيا ما اشيل بقلبي على احد. حلو. عبالي الجواب مختلف جذريا. فحلو، عجبني جواب. القهر سير علي وانا ابن ابوي وعلي ما اعرف فرد واحد. الله عليك. الله. القهر سير علي وانا ابن ابوي وعلي ما اعرف فرد واحد. الخطار لما يجي ما اقعد انا الصبح من الليل اظل قاعد. الله عليك والله وكفو. اتلقياه اللي يجي العرف والمو عرف حتى العلي حاحة. الله عليك. الله عليك. احسن، صح لسانك. ويا مصطفى طبعا اكو دارميات اقراهن نهاية البرنامج. يقول اعمى وانا بعيني. اعمى المقابل زين. اعمى وانا بعيني لقسم هنا وياك فصها ونظرها العين ترخص لك وهاك. الله 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 يسعدك. قولوا له عد اثنين. زين. قولوا له عد اثنين يتخير الزين ويبشر بلا طحت ويبشر بلا تعطال توصل لك العين. الله عليك. الله عليك. بفانوسه من نجام. زين. بفانوسه من نجام سولف حكي جيس حكي النظر مفضوح نحكي بفوانيس. اي والله اي والله صح لسانك صح لسانك. لمن تفتقد بهذه اللحظة؟ والله الفقدان مؤلم. والله حقيقة أني أفتقد أحد الأصدقاء. يعني هو موجود يعني حي يرزق، لكن شنو صار؟ بعيد، مكانه بعيد. زين. ويعني تواصل وياه صعب، يعني نتواصل احنا موبايل وكذا وهاي، بس لكن هو بعيد. إنسان يعني ممتع وخوش إنسان وراقي. لكن انت تدرين يعني اليوم كل من وعمله وكل من ارتباطاته، الانسان يعني بعد مو نفس قبل. اكيد يعني طبعا كل انسان له التزامات وحياته الخاصه. نعم. علي. نعم. لمن تفتقد بهذه اللحظه؟ للاهل. تفتقد لاهلك؟ اكيد اهلي موجودين يعني، بس الخطوه اللي اعبرها برا البيت يكون اشتياق وفقدان. حلو. زين، انت هذه المرحله صارت لك او هذا الشعور او الاحساس اللي صار لك بسبب فقدان الوالده؟ لا لعد يعني انا حنيتي على اهلي فوق كل شيء. حلو. يعني حتى مخصص لهم وقت.
حلو، عاشت ايدك. مو اي شخص ممكن انه يخصص لعائلته وقت، رغم انه انا وقتي كلش ثمين، والعب طوب واكتب شعر ودراستي، يعني هواي عندي مشاغل، مشغول كثير. ايوه، غير يعني شغلي عملي، فمخصص لهم وقت. حلو، جميل جدا. يعني هذه الحنيه او هذا التفكير جميل جدا، انه احنا نخصص وقت للعائله، في حين احنا نشوف الكثير ما عندهم وقت، حتى لو هم يقعدون ويا اهلهم يلزمون التليفون، يباعون بالتليفون، ولا كانه اكو هاي الجمعه العائليه. اكيد. فعاشت ايدك. شنو راح تسمعنا؟ علي من دايخ تألف بالاعذار، روح قل لهم علي هو النكر، ها، ومن تصير قبالي لا ترجف، تعال كالعاده ذبها براسي وبراس القدر. اي والله مو هذا طبعا. من تصير قبالي لا ترجف، تعال كالعاده ذبها براسي وبراس القدر. انت عينك صلفه وين اقدر عليك، صلفه، انت عينك صلفه وين اقدر عليك، ومن قلت عطشان ما رايد نهر، انت كانت نيتك تطيحني عود، ربك يباوع علي هو الستر. انت كانت نيتك تطيحني عود، ربك يباوع علي هو الستر. اي والله. لا تجيني وتعتذر، ما ارضى بيك، ما ارضى بيك. انت كل من كتبت ومو على السطر، انت بيتك اظلم، وحتى الغشيم صدق مني طب لهم ياخذ حذر. الله الله. الله يرحم امي من كانت تقول لا تطيح الى العشق طيحه مطر. الله عليك، الله عليك، صح لسانك. يا علي مصطفى، هم مصطفى علي، دا أشك أكو فد موضوع، أكو فد حب قديم، أكو فد انخذال، أكو هواية قصص. الحب للوالدة. الله، يعني الجواب الدبلوماسي. اي يعني حبيبتي امي وعلاقتنا كبيره وتقوى يوميا، مو حتى لو ما ندخل بهذه التفاصيل. الظاهر علي ما يحب يحكي بهذه التفاصيل. نرجع لا ماكو ابد. ابد ماكو. وش تقول؟ زين، علق على هذا الموضوع لو اني غلطانه. والله يعني استاذ علي انا اتشرف بي، يعني انا ما شفت غير هنا بالقناه يعني. زين، من خلال احساسك شو يقول لك احساسك؟ والله هو احكي لا تستحي. يعني متاثر كلش على والدته يعني. اي اكيد حسب طبعا. ما قال لي، وانا شفت من كلامه يعني كلش متاثر على والدته. يعني توفت قبل تقريبا 3 سنوات. غطي على الموضوع، غطي. فهو يعني الانسان من يتاثر بشغله كبيره تغطى على الشغلات السابقه يعني والتجارب السابقه. انت جوابك والله دبلوماسي حلو، عجبني. سمعني شيء. اسمعكم قصيده عن الوطن. يلا نسمع. حكام الوطن لو ساروا بضده، حكام الوطن لو ساروا بضده، بيروا ما يشفوا دلو موعد. الله الله. قاعد جيب خير ومو لها يصير، من خلف الحدود يفرد بكذا. الله عليك، الله عليك. نخلة ببيت صارت، زين، نخلة ببيت صارت، دنقت عجار، كل هذا الفضل لسانه ما رد. الله. خيط فطور قاعة ولا تعبر صوت، لا يسمع شهيد وينهدم لحية. الله عليك. وطن على الحرب يركض ركض مرواح، اي والله. اعلهب بالريح ينثر بينا ونوده، دزولك شمر مرسال للعباس. الله عليك، الله. وانت بنص حروب وخيبت كيده، واذا باع الملوك اوطان شنهن هون، كم مرة الشعوب ترد عدو لحده، كذب كلكم مثل كذبة خرز أرزاق، عد بقال حافة ودينا ما صدق. الله الله. نحس من لا أراد ببيعتك يا عراق، نار بيت والفشتان بالهد، الله. تحس ببنها وبقبره شنو يشوف بأول يوم، شي قنعها مو شده. الله الله. جرحك كالرمل بالعين وقت النوم، ما نمنع لضيمك لما نتعد. الله عليك. للعالم محل أمية منا صار، والطينك فضل على العالم بمجده. يا بيت العزة انتش ما طلع لبعيد، يجيب الليل يمك وانت اللي توزع. الله عليك، الله عليك، صح لسانك. كلمات جميلة جدا. كل إنسان يغلط وكلنا نغلط، ما معصومين من الغلط، لكن الشاطر ما يكرر هذا الغلط. أكيد. علي، كررت نفس الغلطة اللي غلطتها؟ لا. شو تعلمت منها؟ درس كبير. زين.
وهذا الدرس يعني شلون خلاني اتعظ، افتح عيوني على هواي امور، يعني رغم انه هو كان درس واحد بس فتح عيونك على هواي مواضيع، نبهك على اشياء ممكن اذا صارت بالمستقبل ما راح تعيدها أكيد. او ما راح تخوضها بهذا الوقت. زين، نسمع شيء منك؟ نفرض بدينا من الصفر. نفرض بدينا من الصفر. زين، ولو صعبه. ما لم لعينك صعب، خليت قدامك وطن بس انت تهوى الغرب. اي والله. نفرض بدينا من الصفر، ما لم لعينك صعب، خليت قدامك وطن بس انت تهوى الغرب. قلت لك ترى قليبي طفل وعدنا الطفل ما ينضرب، بس عادي انت الضرب. الله الله. قلت لك ترى قليبي طفل وعدنا الطفل ما ينضرب، بس عادي انت الضرب. ورد تعرف شلون بيحيى شي يسوي خاطر ينعشق، قالوا لي سلمى الرقب. الله الله. وبديت كل شي لخاطرك حد ما صرت ماي وعلي، لا دابه ولا تقبل انت تشرب. الله عليك. ما قالوا لي يعشق صدق بعدين يتيه درب. بس انا هم بي الغلط. زين. ظليت اخذ بالمثل اللي يحبني يندل خدي. ما يخالف تكبر علي تفصاله فصلك قدي. الله الله. قلت لك قرارك مو سهل، وياك انا وضدي، هيك ما عندك قلب تتركني انا لوحدي. الله عليك. شو مسوي خاطر صرت بالفرقه الجاز؟ يا اخي ما ردت منك شي صعب، ردتك تحط عينك علي، هذا اللي اعتاز. اي والله. الحق علي، ما دام عايش ما متى تباكر اصير جنازه. الله 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 عليك، احسنت، صح لسانك. كررت نفس الغلطه لو تعلمت من اغلاطك؟ والله حقيقه انا تعلمت عن الاخطاء، لكن الخطا انه ضياع الوقت. هذا الوقت وطاقة بنفس الوقت. الوقت يعني فد شيء مهم، وأنا تعلمت إنه بعد ما أضيع وقت. حلو، جميل. نعم. نسمع. أكو دارميات عن الأم مهمة. نسمع. أنا قلت أقراها بهاي الحلقة. جدر أمي وقت العوز ما سد كلها. جدر أمي وقت العوز ما سد كلها، بس حطته على النار حش مرة جلها. الله 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 عليك، أحسن، صح لسانك. بين أمي والتاريخ عد تضحية زماط. بين أمي والتاريخ عد تضحية زماط، جاب لها تشوم أحداث جابت له لقماط. الله عليك الله عليك. ذلت زلم بالعوز ما فاد جيب، وصدر أم ظل مبخوت عشنا بحليب. الله 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 عليك، صح لسانك. للأسف انتهت حلقتنا لهذا اليوم، كلش استمتعت بوجودكم. احنا استمتعنا وهذه القصائد الحلوة الجميلة. إن شاء الله أتمنى النجاح لكم أكثر وأكثر، لأنه يعني أنتم شعراء ناجحين ومبدعين. الله يسلمك. طبعا احنا نشكر أستاذ نور صاحب شكرنا الدعوة، جزيلا والأستاذ عبد الله. نعم. أيضا كان لهم الدور المهم بهذا الدعوة. نعم. وطبعا نشكر الكادر والمصورين أكيد، ومخرجنا الكبير أكيد فراس الراوي. تحياتنا له. تحياتنا له أكيد. ونشكر الست، وإحنا يعني استمتعنا هواي بهاي شكرا الحلقة. شكرا لكم. أكيد بعد هو ما قصر من ناحية التحية. فعلا تحياتنا لكم جميعا. الله يخليكم ويحفظكم، اتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. شكرا. أشكرك. اذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونون استمتعتوا بهذه الحلقه الجميله. نلتقيكم اكيد في حلقات اخرى ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.